والله يا شيخ موسى هم ما بيعرفوا في الأصول ولا العتاد، واعتدوا على أرضنا وهم عارفين إنهم على باطل. يا شيخ موسى، لولا وجودنا في مقعدك ما كنا هنسكت على هذا الكلام والغلط اللي بيتقال. هذا الكلام ثمنه دم. ايه والله ما تقدروا تمسوا واحد من عندنا، واولكم زي اخركم. لا نقدروا لو تحبوا تشوفوا نوريكم. بس إذا كان وقتكم تخانقوا ما كنتوا جيتوا مقعدي ولا ضيعتوا وقتي معكم. اسمعوا، احنا طول عمرنا ما حد بيجي على حد، لان كلنا بنعرف ان في عرف وقانون بيمشي على الكبير مع الصغير. وين سالم يا عبد الله؟ حرمته بتولد. ادعي لها محمد. خلاص، الارض ارض مساعد والحد مزروع فيها وتاكدنا. انت يا سليمان غلطان لانك دخلت ارضها وبنيت بيتك عليها. حكمي اللي بنيتها تهدها، وانجاز كل متر اخذته من ارض مساعد وتدفع له تعويض 10,000 على المتر. هذا كتير يا شيخ موسى. يا انت هنا ايه ما عاجبك حق الشيخ موسى وانت اللي قلت نقعد عنده؟ انا ما بكلمك انت، انا بكلم الشيخ. باركوا لي يا رجال. ربي كرمني بموسى الصغير. ما شاء الله، مبروك يا سالم. الله يبارك فيك. موسى الصغير. خلاص ما اسمعش ولا ما اسمعش الا مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا شيخ موسى. مبروك يا سالم، مبروك يا شيخ. اليوم لقيت بنت سمراء وسط المزارع متصوبة في كل جسمها. أخدتها عندي في البيت، باين عليها مش مصرية، محتاجة طبيب يشوفها. عشان كده جيت أقول لك. بشكرك يا بنت الأصول. سالم ولدي هياخد طبيب ويروح معك وهيسوي المطلوب. عمرك يلا بشكرك. عبد الله، ايش؟ تاخد الرجال وتشوف الموضوع في المزرعة. ايش الموضوع؟ عمرك يبقى. شوف المزرعة. ها؟ الو. السلام عليكم استاذ المقدم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ وحشني، طمنا عليك وعلى صحتك. الحمد لله الحمد لله. شوف، صار موضوع الأفارقة رجع تاني. اليوم لقينا بنت في الزراعة وبعت ولدي دلوقتي علشان يسوي لها طبيب ولا شيء، وبعت ولدي التاني علشان يشوف ايه الموضوع. ده كلام خطير فعلا. انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. لو في اي جديد طمني على طول ارجوك. في رعاية الله. ايمن عامر يا شيخ موسى. اتفضل. يلا بينا. يا سالم، انت مش قلت هتكلمني امبارح؟ سامحني ما كنت هنية. سامحك بس عشان خاطر الشيخ موسى. يلا يا شيخ. اتفضل. اتفضل. مش عارف اشكرك ازاي على المساعدات اللي انت بتعملها معانا. عيب بيتك ومكانك. اتفضل. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اولاد الفاكهة والقهوة. اتفضل. الله ينور. سيادة المقدم، ايه يا شيخ موسى؟ احنا من وقتش نعرف بعضنا. يعني تقريبا من 2008 كده. طب كفايه كده. بدون العشر. انت بتعرف انا بساعد المخابرات الحربيه من سنه كام؟ مش بختبر معلوماتك لا سمح الله. من سنه 68. احنا كلنا واحد، وانا وكل ولادي كل اهل سينا فدا مصر وفي خدمتها، ولما اموت هيكملوا مكاني. طول ما في عدو كلنا في ظهر بعضنا، ولكل اجل كتاب. ربنا يديك طول العمر يا شيخ موسى وتشيل احفادنا كلنا. طيب عندي راي، تسمح لي؟ ارجوك. انتوا ودكوا واحد يكون خابر عشان توصلوا للمدخل الصح للنفق. ولدي سالم
ابو موسى الصغير هيكون معكم وهيساعدكم. ماشي، بس يبقى رد عليا في التليفون. صحيح. لا إله إلا الله 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 تركم طول وقال ودي أعرف كيف سالم مات يا عمي؟ إيش دخل الجيش؟ ايش قلت؟ سالم الله يرحمه كيف مات؟ وإيش دخل الجيش في الموضوع؟ سالم مات بطل. مات بطل. ما في بطولة في الموت يا عمي. ايش قلت؟ ايش قلت؟ الشهيد. قلت لك دي لما أبوي مات. سالم شهيد. سالم بطل. بطل لأنه مات هو بيدافع عن أهله، عن أرضه، عن عرضه. المهم أنا كنت اشتريت بيت جديد لسالم الله يرحمه. بيت كبير يعني كنت يوسع على نفسه. قدر الله وما شاء فعل. ايش رايك؟ تاخذ البيت الكبير توسع على نفسك تبقى وسط اهلك. الحسين محتاجاك يا دكتور. والله يا عمي أنا طول الوقت شغلي في القاهرة والبيت هناي ما قد الغرض. انا مبسوط منك، مبسوط منك. سمعت كلامي وتركت البنت الاجنبيه اللي كان ودك تتجوزها. الله يسهل حالها. عايزك تتجوز يعني وسط اهلك، وسط ارضك، عرضك، عزوتك. ها؟ اما شغل مصري اكيد حلاقي واحد ابن حلال يساعدك من غير ما تكون مضطر انك انت تروح طول الوقت هناك ولا طول الوقت هناك. نتوكل على الله، نتوكل على الله. صفي النية. أهم حاجة رضاك عني يا عمي. امشي في طريقك عدل، يحصل عدوك فيك ويرضى عمك عنك. الله يهدي الجميع. احنا أودنا تأكدت يا محمد؟ تأكدت؟ اتأكدت يا شيخ. كمال شغال في التهريب ومن زمان. وما في شك. لا متأكد يا إيباه، وعندي شهود يشهدوا قدامك وقدام كل الناس. يبقى الجمعة بإذن الله في قاعدة بلغ الكل. ماشي، بس في شيء ثاني لازم تعرفه. أنا ماني متأكد منه بس لازم تعرفه. عن كمان؟ لا، عن ولد عمي الدكتور وحيد. عمي ودي أعرف مين اللي قال لك الكلام هذا. يعني ما هو صحيح. ما هو صحيح. ما هو صحيح. ما هو صحيح. احلف على كتاب ربنا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم إني ما اشتغلت في التهريب مع كمال ولا مع غيرك.
ولا مع غيرها. صادق عليك، صادق. بس ودك وين يا محمد؟ ماشي. تزورني باذنك يا باي. كان لازم اتاكد. متأكد يا عمي. عمي انت الكبير وانت الشيخ، انت اللي كلنا عايشين في ظلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وإمامنا سيد الذاكرين وأفضل الشاكرين إمام النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. اسمع يا كمان، عشان انت طلعت عن كل تجاليدنا وعرفنا، تاجرت في الممنوعات وحذرناك اكثر من مره وما سمعتش الكلام. عشان هذا حكمي واللي بشهد عليه الكل، الجميله بريئه منك ومن خلفتك، لا يربطنا بيك لا دم ولا هم ولا نصران ولا نبران. شمسك وزع ورقة تشميسك على كل الجماهير في كل مصر. وانا بشاهد عليك الناس كلهم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. كمال مقعد اقعد. توكل على الله. الله يهدي الجميع. مثل كل جمعة بدنا نعدي على الشيخ حراز ونثني على طول بعد الصلاة. حاضر. صح، انت قلت لأذكرك تكلم المقدم خالد عشان ودك تقابله. ايه فكرتني، الواحد شكله كبر صار ينسى. طيب يبقى بعد الصلاة ذكرني اكلم المقدم خالد وبعدها نعدي على الشيخ حراز. حاضر يا إبا. شد شوية والله بدنا نلحق الخطبة. حاضر بس روق يا شيخ موسى. هو جاهز. واحد صار ينسى. السلام عليكم سيادة المقدم، وحشنا والله. وانت والله يا شيخنا وحشني جدا. والله ودي اكلمك بيني وبين محمد ولدي ما يذكرني ثاني ناسي، يعني قد هرمنا. انا كده كنت هكلمك وأعدي عليك قريب. اهلا وسهلا، الف مرحبا. القلوب عند بعضها. طيب قول لي امورني مش تريد. لا قول لي انت الاول قبل ما تنسى. بارك الله فيك قبل ما انسى. انا عارف ان هو يعني امر مش مخصوصك، انما انت سند بنعتمد عليه. بارك الله فيك. سيد المقدم، عاطل المدرسه اللي خربها الارهابيين مش مصطلح خالص. احنا فاهمين ومقدرين ان الدوله راح تربيها وهتصلحها تمام، لكن هالحقيقه الولاد مش في الدرس، الولاد في الشارع، الولاد مش في الدرس. يعني هم الرابط اللي بينهم وبين مصر وجيش مصر واهل مصر مش موجود. هم في الشارع يعني قريبين من حضن الارهابيين، يلقطوهم من الارهابيين اللي هم اعدائهم العالم. ما تقلقش يا شيخ موسى، اوعدك ان احنا هنهتم بالموضوع ده. بارك الله فيك. طيب قول لي امرني ايش تريد؟ في مزرعه كده شاكين فيها وحابين نعرف عنها شويه معلومات. قول لنا وين هي، وفي ظرف ساعات محمد ولدي وجابي ويقريك السلام. الله محمد جنبك، سلم لي عليه جدا. سلم عليه. الله يسلم. ظرف ساعات هو رجاله يجيب لك كل ما تريد. على راس تبقى. سلام ولدي. يا رب عينه يا رب. الله يصبحك بالخير يا عم.
طيب يا حبيبي استنى الحين استنى شوي. حاضر يا إيباي. لا خليك مكانك، خليك واقف، خليك واقف، خليك مكانك. ايش في يا عمي؟ في من يوم ابوك ما مات وانا بعاملك زي واحد من ولادي، بس انت خيبت ظني. انت فاكر انك تتجاوز في السر وتجيب حرمتك لهديه من غير ما اعرف؟ ها؟ والله يا عمي اسكت، بكفي كذب. خيبت ظني. لما جاني محمد وقال لي انك شغال مع كمال انا ما صدقته. اتاريك خيبت ظني تاني. كذب، كل هذا كذب. كل هذا كذب. انت الكذب. الكذب هو اللي انت عايش فيه. اسمع وحيد، انت من الحين سيب سينا كلها كلها، واذا ما سمعت كلامي تحمل اجرارك. انا كان ظني انك هتطلع احسن من ابوك. يلا روح روح. اسمع يا عمي، أبوي هذا أحسن منك مليون مرة، وأنت السبب في كل اللي صار، وأنا عمري ما سامحتك، ومش هسمح إن اللي صار مع أبوي يصير معي. مش هسمح. اطلع برا. في تنفيذ مداهمات كبيره ومطارده العناصر الارهابيه الفتره الجايه والكشف عن اماكن تجمعهم. ده شغل كتير يا شيخ موسى، ونحتاج نبقى كتف بكتف الفتره الجايه. الله معكم واحنا معكم بروحنا وبدمنا، وكل اللي محتاجه احنا هنسويه. بعيدا عن المعلومات اللي انا متاكد وواثق ان انت مش هتتاخر علينا بيها، محتاجين كبار سينا يتكلموا مع الاهالي، يفهموهم ان الاجراءات اللي الجيش بيقوم بيها دي لمصلحتهم، وان المداهمات دي زي ما هدفها ان احنا نقضي على الارهاب، هدفها الاساسي امنهم وسلامتهم. فهمتك. انت خايف ان الملاعين هدول يستغلوا الحاصل ويحاولوا يوجهوا من اهل سينا والجيش. هم فعلا شغالين على كده على محطات بره على الانترنت، كأن الاجراءات دي ضد اهالي سينا مش ضد الارهاب. اسمع يا ولدي، انت لا تخاف على اهل سينا. اهل سينا خابرين الجيش كويس، وادي ما هي اول مره حد يحاول يوجه بين اهل سينا وجيش بلده. لكن انت تخاف على اهلنا في الصعيد وفي الدلتا، دول بعيد، دول ممكن يصدقوا الكلام هذا. بس انا فهمتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ما شفت موسى الصغير؟ ها؟ ولد سالم الله يرحمه. ايه مالك؟ لا هو دمه حامل بس. طلع لابوه. اقول لك يا محمد، احساسي موسى الصغير لما يكبر هيصير شيخ القبيله. إن شاء الله يكبر ويصير شيخ ونشيل أحفاد أحفاده كمان. امين يا رب. محمد لا اله الا الله. محمد لا اله الا الله. ولدي لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد ولدي محمد. لا هل يا كلب يا كلب
سيبها يا وحيد، سيبها يا وحيد، سيبها. خاين مثل ابوك، انت حقير مثل ابوك. لا يا وحيد، سيبها يا وحيد واقتلني، سيبها يا وحيد. يا ايمان، يا ايمان.